السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمار حمدي ضمن الصفقة التبادلية لمروان عطية. عمار حمدي بس وده يعني بحكم ان عمار حمدي يا جماعة ما بيلعبش بقاله كتير، ما بقى تقريبا بقاله سنة بسبب الرباط الصليبي. فهو ده راح في الصفقة التبادلية بحس يعني حسيت المباريات ويشارك ويرجع لمستواه، وبعدين يرجع لأهله طبيعي ان شاء الله على بداية السنة الجديدة. ودي حاجة طبيعية، يعني هي ما تزعلش الناس تقول عمار يا جماعة ده عمار حمدي عمار حمدي بس. يا جماعه ما بيلعبش بقاله كتير، فغصب عنه هيعوز يشارك مباريات، والاهلي ما بيستحملش، فطبيعي انه لازم يروح نادي يكون يلعب فيه ويشارك. وبحكم انه جاي من الاتحاد فهو لسه يعني هيعرف يأدي واخد على جو نادي الاتحاد السكندري، فانا شايفها حاجه طبيعيه. بس بعيد عن اللي انا مش مقتنع ان هو يروح على الصفقه التبادليه بتاعت مروان عطيه اللي واحد يدفع كمان فلوس فوقيها. وسمعنا ان هم كمان عايزين 2 لعيبه، ودي بامانه حاجه غريبه جدا. يعني مروان عطيه اللي انا لسه مش مقتنع يجي، وعشان الناس ما تزهقش مني على فكره شادي محمد قال نفس الكلام امبارح على اون سبورت مع سيف زاهر. قال انا مش مقتنع ان مروان عطيه يجي الاهلي، لان مش هيلعب على حمدي فتحي، مش هيلعب على عمرو السوليه، مش هيلعب على اليو ديانج. والكلام ده انا قلته بالظبط الحمد لله. مش شادي محمد والله قال امبارح على اون سبورت بنفس الطريقه، الناس اللي تابعت كابتن شادي محمد امبارح. وشادي محمد كابتن من كباتن النادي الاهلي ومن الناس اللي وراه يعني كتير بتعجبني. فالحمد لله قال نفس الكلام اللي انا بقوله من ساعه ما عرفت بصفقه مروان عطيه. ان ازاي يا جماعه، يعني ازاي مروان عطيه هيجي عمار حمدي هنقول ماشي عشان يشارك، وعايز كمان لسه بيقول لك هيدفعوا كمان 2 لعيبه غير الفلوس اللي هياخدها الاتحاد. يعني ده لو مروان ميسي مش هياخد الارقام دي. يعني بيقولوا محمد محمود. وبخصوص محمد محمود يا جماعه انا شايف بعيدا عن مروان عطيه وقصه مروان عطيه، انا شايف الافضل للاعب والافضل للاهلي ان هو يسيبوه يروح فيوتشر. لان فيوتشر يا جماعه الكابتن علي ماهر هيرجع لك محمد محمود اللي انت كنت جايبه من وادي دجله. لكن لو راح الاتحاد انا بقول لكم محمد محمود انت كده بتقتل لاعب، بتقتل موهبه زي محمد محمود، لان الاتحاد يا جماعه مش من الانديه اللي بتلعب على الكره الممتعه، الكره اللي على الارض. بيعوز لياقه مدربهم برضو اكتر، فمش هيستحمل محمد محمود. لكن واحد كابتن زي علي ماهر دماغه كلها كوره هو اللي هيرجع لك محمد محمود. ده انت لو هتوديه ببلاش فيوتشر مش يعني مش لازم سيبك من الفلوس، ده لو هيروح ببلاش فيوتشر احسن لك انت يا نادي اهلي، واحسن للاعب. ده انت لو هتدفع والله يا جدع، لو يا اهلي لو هتدفع فلوس، لو تدفع فلوس في الفيوتشر هم ياخدوها عار، لان كابتن عمر هيرجع لك محمد محمود. وده لاعب لو بتشتريه لو في مستواه مش هتشتريه باقل من 20 30 مليون جنيه حاليا في الارقام اللي احنا بنسمعها، والله واكتر من 30 مليون كمان. كموهبه انا شايف، يعني انا شايفه من احسن اللعيبه في مصر. بس لعنه الاصابات ودي بتاعت ربنا. فانا شايف ان الافضل للاعب والافضل للنادي الاهلي ان هم يودوه فيوتشر. افضل للاثنين، منه هيجيب مستوى وتجيب وهيجي لك، يعني انت لو هتجيب ببلاش وهيجي لك لاعب ببلاش، فانت ما صرفتش على حاجه، تبقى تشيلهم واحد تشيلهم راتبه. فانت لو مش، لكن السنه الجايه انت هتستفيد منه، انت يا نادي اهلي هترجع محمد محمود لمستواه، لان كابتن علي ماهر هو اللي هيعرف يجيب لمحمد محمود مستواه. فانا شايف ان الاهلي ما يصممش على نادي الاتحاد السكندري عشان خاطر صفقه مروان عطيه. يعني انت يعني عشان تجيب لنا مروان عطيه تدمر لنا محمد محمود وتدفع 30 مليون وفي اخر مش هيبقى له دور مع النادي الاهلي، وخليكم فاكرين كلامي ده. فانا شايف الافضل لمحمد محمود وللنادي الاهلي قبل محمد محمود ان هم يسيبوه يروح فيوتشر. لان في كابتن علي ماهر هو اللي هيرجع لك محمد محمود اللاعب الافضل في مصر. وانا شايف محمد محمود هو زي محمد رضا بوب الاثنين نوعيه واحده. فده هيرجعه لك، الراجل ده بيفهم كوره، كابتن علي ماهر بيحب لعيبه الكوره. فالافضل للنادي الاهلي ولمحمد محمود انه يروح فيوتشر. وانا مع ان اللاعب يا ريت اللاعب يصمم من على فيوتشر. وخليكم فاكرين كلامي ده، مفيش غير الكابتن علي ماهر، واحد زي كابتن علي ماهر هو اللي عارف يرجع لك محمد محمود ان زي ما كان واحسن. ومفكك من الميرسي مش لازم اشوف لعيبه تانية في الصفقه التبادليه. وانا مش عارف ليه والله برضو ليه 3 لعيبه من النادي الاهلي زائد فلوس علشان خاطر مروان عطيه. ده مش عارف يا جماعه وليه، انا مستغرب والله بجد مستغرب الكلام اللي بسمعه في اخر فتره في انتقالات النادي الاهلي السنه دي بالذات، حاجات غريبه الواحد بيسمعها. وخليكم فاكرين يعني برضو الكلام ده. نطلع من موضوع مروان عطيه الواحد الناس زهقت مني فيه. اتكلم على 4 مباريات امبارح اللي اتلعبوا امبارح على السريع عشان ما عرفتش ما قطعتش معاكم امبارح. اول مباراه كانت حرس الحدود والاسماعيلي. المباراه انتهت بفوز حرس الحدود 2-0، ودي تكمله لفشل كابتن ميدو مع الاسماعيلي. الناس هتقول لي ده لسه ماسك ماتشين، يا جماعه ده المفروض لسه بنقول امبارح عشان بيراميدز فاز. الغربال الجديد له شده. انت حتى يا كابتن ميدو مفيش مش باين شدتك حتى اللي في البدايه، المفروض انت في البدايه بدون حماس لعيبه. كابتن ميدو جاي فهتشوف روح في الملعب. يتغلبوا من حرس الحدود 2-0. وانا بقول لكم تاني ميدو مش هيكمل مع الميدو لان يستمر مع الاسماعيلي. يا جماعه ما ينفعش مدرب ماسك نادي زي الاسماعيلي بجماهيريته يبقى بيتدرب بالنهار وقاعد عامل برنامج بالليل. ده بدايه، يعني انت رايح من البدايه رايح تفشل، مش رايح عشان مش مركز مع الفريق الاسماعيلي. المفروض تخلي 100% من تركيزك للنادي. لكن ايه هتعمل تقدم تتدرب بالنهار وتروح تعمل البرنامج بالليل؟ مش مقتنع انا بقى تماما، ولا مقتنع سام بكابتن ميدو مع احترامي ليه والله كلاعب
وكمسيره في مسيرته في الملاعب لكن مش مقتنع بيه كمدرب. ما فيهوش سي في يا جماعه، مش اي نادي نجح معاه من ساعه ما درب. بس هو الاعلام والله اللي مسيطه، وزمايله في الاعلام بدون ذكر اسماء هم اللي مسيطين الكابتن ميدو كمدرب، لكن هو كمدرب ملوش اي نتائج ايجابيه ولا لا اي سوابق نجاح قبل كده في التدريب. بس هنقول ايه بقى، هي الدنيا الكره المصريه مفيش جديد فيها يعني، طول عمرها طول هنعمل طول متاخرين الاسباب اللي زي دي، المجاملات وان احنا اما نعوز نفخم واحد بنفخمه. لكن الكابتن ميدو انا بقول لكم لن ينجح مع الاسماعيلي ولن يستمر طويلا مع الاسماعيلي، وتذكروا كلامي هذا. هو بس بتاع البرامج واعلام. المباراة التانية البنك الأهلي وأسوان وانتهت بتعادل السلبي 0-0، ودي برضه تكملة للمسيرة الجيدة بأمانة الكابتن أيمن الرمادي بالإمكانيات اللي عنده إنه يتعادل مع البنك الأهلي بالإمكانيات المادية، الهائلة اللي فيها، فأنا شايفها نتيجة إيجابية لأسوان. ولسه البنك الأهلي أنا شايفه كده الحال مش ظابط معاه، لسه كابتن حلمي طولان أنا مش شايفه ظابط لسه مع البنك الأهلي، مش واضح شغله ولا واضح، وكنت متوقع منه أكتر من كده مع البنك الأهلي، لكن لسه مع الوقت نصبر برضه على الكابتن حلمي طولان. هو من نوع الكابتن حمدان يا جماعه اللي بيحب اللعيبه الشباب، بيحب اللعيبه الصغيرين، فانا متوقعت لو استنى مع البنك الاهلي السنه الجديده هيفور الفريق ده، وخليكم فاكرين كلامي ده. كابتن حمدان بيحب اللعيبه الشباب. المباراه الثالثه كانت سموحه وفاركو وانتهت بفوز فاركو 2-0، وده يا جماعه نتيجه طبيعيه. واحد بيدرب فريق يا جماعه، مدرب سموحه كابتن طارق العشري، كابتن مهندس فرج عامل يقول لك انا مش عايزه يكمل، انا جايب 12 لاعب ما لعبش ولا واحد منهم، المجلس الاداره هو اللي مش سايبني اخد قراري. طب ده هيشتغل ازاي؟ دي اجواء صحيه ان المدرب يشتغل. فانا طبيعي ان الفاركو يكسب سموحه 2-0. وطبيعي كمان مش عايز نقول ايه يعني مهندس، عشان مهندس فرج عامل مش هو اللي جاب طبعا طارق العاشر، طارق العاشر كان موجود في المجلس الاداره القديم، بعد الانتخابات جه في مهندس فرج عام. فانا مش عايز المهندس فرج عامل ان هو يكون حاسس ان هو بيعمل التغيير ده عشان يبقى ايه، لو نجح طارق العاشر هيقول لك مجلس الاداره القديم هو اللي جايبه مش انت. فشل هيقول لك، فهو حاسس ان هو عايز هو اللي يسبق، هو اللي يبقى هو عامل انا اللي عملت الفريق يعني، انا سبب النجاح. بس لو نجح يقول لك قبل نجح طارق العشري هيقول لك ما مجلس الاداره القديم هو اللي جابه، يبقى مش منسوب للنجاح. فهو انا عن نفسي مقتنع والله كابتن طارق العشري هو عامل شغل حلو مع سموحه، بس عايز الصبر، بس الاجواء اللي بيشتغل فيها مش صحيه. ناس تقول انا لو في ناس ممكن يا جماعه تقول ايه، انا لما كان طارق العشري امشي من نادي سموحه وامشي بكرامتي، ده رئيس النادي مش عايزني. بس يا جماعه الموضوع بيبقى اكبر من كده، الموضوع هو بيبقى حاطط في الجو الرياضي ده موضوع موجود فيه الكابتن طارق العشري وعارف الالعاب اللي فيه. هو ممكن في دماغه انه عايز انت تمشيني انت عشان اخد فلوسي كامله، ما مش هستقيل انا، يبقى انا كده اللي هتنازل عن فلوس. طب هو بقى والناس ما تستاهل، انا شايف اللي بيحصل في الرياضه المصريه مفيش حد يستاهل ان انت تيجي على يعني تقول انا هطلع بكرامتي، لا يا عم انا خليك براحتك وقلل مني، وانا برضو مش غير لما اخد فلوسي كامله من نادي سموحه. عايز تمشيني مشيني، انا قاعد ادرب، لان كده كده اعضاء مجلس الاداره عايزين الكابتن طارق مختلفين مع المهندس فرج عام. وانا شايف المهندس والله طارق العشري عامل شغل كويس، لكن مهندس فرج عامل هو خلاص صمم وشكله كده مش هيسيبه غير لما يمشيه يعني. وانا قلت لكم في اول من كام حلقه لو تفتكروا ان طارق العشري كده مش هيطول مع سموحه، اذا كان عشان النتائج او عشان مهندس فرج عامل مش هيسيبه. هو مهندس فرج عامل لازم هيغير المدرب، هو جاي جديد لازم هيجيب هو بدماغه مدير فني جديد. مع ان بسمع اسماء غريبه بيقولها، يعني المدرب التونسي اللي كان ماسك الترجي ومسك المصري بعدها بيقولوا عايز يجيبه، مش متذكر اسمه حاليا. فانا شايف والله يا جماعه والله دي كلها تضييع فلوس على الفاضي. هو والله كابتن طارق العشري لو تصبر عليه هيعمل شغل كويس، ونفكنا يا ريت يا جماعه الناس تسيبها من المصالح الشخصيه وبص لمصالح الفريق. كابتن العشري عامل شغل حلو مع سموحه، بس لسه فريق جديد يا جماعه متكون جديد، ده بقول احمد سامي كان هو اللي ماسك وخد نص الفريق مع سيراميكا، فالناس تصبر عليه. لكن الجو اللي بيشتغل فيه كابتن طارق العشري الله يكون في عونه والله. ومن على الجنب التاني الف مبروك يا كابتن ايهاب جلال، اول فوز ليه، وان شاء الله بقول لكم يا جماعه في مدربين ما بتعرفش الخساره، ما بتعرفش الهزيمه، ما بتعرفش الفشل بمعنى اصح. كابتن ايهاب جلال وتوجد زي كابتن ايهاب جلال ما يعرفش الفشل. احمد سامي كده كده حتى مع النتائج دي، بس الكابتن احمد سامي لسه جاي، بقول لكم هينجح برده مع الوقت، النتائج هتيجي ولا ده هيتحسن. كابتن حلمي طولان مع الوقت برده حلمي طولان هيظبط البنك الاهلي. في مدربين كده ما يعرفوش الفشل. فمبروك لإيهاب جلال، وان شاء الله مع الوقت هتشوف حتى ده هيتحسن بتاع فاركو، الناس اللي هتتابع فاركو هيبقى افضل من السنه الماضيه اللي كانت مع الميدا ده كان لعبه كل دفاعي بحت، حتى تلات ارباع مبارياته في الدوري كانت انتهت بالتعادل، كان تقريبا اكتر فريق في الدوري اللي ليه نتائج تعادلات. لكن ايهاب جلال بيحب الكره الحلوه، الكره اللي على الارض، وما بقول لكم المدربين ما بتعرفش الفشل. بعيدا عن تجربته مع منتخب مصر، لان احنا عندنا المنتخب هو اللي ما بيعرفش النجاح، فعشان كده ايهاب جلال ما كملش معاه، لان منتخبنا ما بيعرفش النجاح، هو بيحب منتخب مصر من ساعه حسن شحاته اتعود على الفشل، فعشان كده كابتن ايهاب ما طولش معانا. المباراه الاخيره للجيش والمقاولين انتهت بفوز المقاولين 2-1،
والكابتن يعني مبروك للكابتن شوقي غريب والمقاولين، بس هو كابتن شوقي من النوع اللي بيلعب بثلاثة قلب دفاع مقفلها وبيلعب على الهجمات المرتده. اللعب اي نعم ممل بس جايب نتيجه، يعني جايب نتيجه مع المقاولين وعامل شغل كويس وعامله مع اللعيبه اللي معاه. لكن بامانه طريقه لعب المقاولين اللي بيتفرج عليها طريقه يعني ممله ودفاعيه بحته. بيلعب بثلاثه قلب دفاع، في عمر فايد اللاعب الناشئ اللي كله بيشكر فيه وبيقول في الاهلي بيفاوض معاه. ما عندك لؤي وائل وما بينهم اللاعب الاجنبي اللاعب الافريقي، مش عارف اسمه ايه حاليا. هما اللاعب الافريقي معاهم بقاله كام سنه يعني، ومعلمين عمر فايد وعلى شمال بيلعب له اي وقت، وعاملين نتائج حلوه. المفوز على طلائع الجيش دي نتيجه حلوه برضو للمقاولين. الف مبروك للكابتن شوقي غريب مع تحفظه على طريقه اداء لعبه. يعني هو مش يعني طريقه لعب المقاولين مش للفرجه، يعني اللي بيحب الكوره ما يتفرجش على المقاولين كلعب كوره. حابب بقى انهي معاكم يا جماعه باحلى حاجه انا بحبها في الكوره بصفه عامه، جوارديولا. معلش الناس ما تزهقش مني. مانشستر سيتي امبارح يا جماعه فاز على تشيلسي 4-0 في الدور 64 من كاس الاتحاد الانجليزي. 4-0 على تشيلسي. تشيلسي ده انت حدث ولا حاجه، الناس تعرف تشيلسي طبعا ده القمه في الدوري الانجليزي. وكان بيلعب برضه 5 هجوم كابتن جوارديولا. والشوط الاول انتهى بدون اي تسديده لتشيلسي على المرمى. الشوط كامل انتهى بدون اي تسديده لتشيلسي على المرمى. الناس بتقول الطريقه دي هجوميه وانت كده فاتح دفاعاتك. بيقول لكم بيلعب 4-1 4-1. 4 كان تحت راس الحربه، وراس حربه الفاريز اللي كان مع منتخب الارجنتين. لعبوا امبارح بدل الدبابه البشريه هالاند. والشوط الاول انتهى بتسديده واحده لتشيلسي بدون اي تسديده لتشيلسي على المرمى، اسف. المباراه بالكامل انتهت تسديدات على المرمى لتشيلسي. بالمباراه باكملها المباراه انتهت 4-0 لمانشستر سيتي، وكره ممتعه الكره اللي على الارض. عشان تعرفوا يا جماعه ان مش طريقه اللعب اللي ان 4-1 4-1 دي مش لا بتفتح دفاع ولا كامل. الناس عندنا بيقولوه طريقه هجوميه ومغامره ومش مغامره، يا لا مغامره ولا بتاع. دي الكره الصح الممتعه. بقول لكم امبارح الشوط الاول بالكامل تشيلسي ما سددش تسديده واحده على مرمى مانشستر سيتي. تشيلسي اللي هو التاريخ في انجلترا اخر كام سنه معروف تشيلسي ده اما بياخد دوري اما بياخد دوري ابطال اوروبا. ما سددش تسديده واحده على مرمى في الشوط الاول. عشان اقول لكم ان جوارديولا يا جماعه في عالم تاني. ومع جوارديولا مش عايز اتكلم تاني، معلش يبقى اخر كلام ليا يبقى جوارديولا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.